يا فتاح يا رزاق يا مسهل الأرزاق، افتح يا ربي على الشباب وحل عليهم جميع الأبواب بالرزق والبركة، دور النعورة والحركة، وكل واحد يأسس مقاولته ويدير العز لصنعته. إيوا يا ربي سهل على كل شاب وشابة مغربية يديروا مقاولتهم ويحققوا الاستقلالية المالية. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور. المقدمة راها سالات وحلقتنا ها هي بدات. اليوم غادي نتكلموا على دراسة المشروع اللي شحال من واحد مازال ما زعمو مخلوع. دراسة المشروع كتكون مبنية على أسس علمية باش نعرفوا نسبة النجاح والصلاحية، وكذلك نتجنبوا الآثار السلبية اللي تقدر توقع فيها أي مقاولة. وما ننساش نشوف واش حدايا شي منافسة ولا لا، والسوق شنو تيحتاج باش نكون مستعد للإنتاج. وإلا كانت صناعتي محتاجة للمادة الخام خاصني ندير المخطط ديال العام، ومن بعد ندير جدول زمني لتنفيذ المشروع ونتوكل على الله وما نبقاش داهش ومخلوع باش نتفرغ للإجراءات القانونية ومن بعد منها الأساليب التسويقية. هاد الشيء كله باش تأسسوا وتطوروا المقاولة. ايوا واش عندي الصح ولا لا؟ في الحلقة الجاية يا سادة غادي نتكلموا على كيفاش نسير المقاولة، لا جيستيون دونتربريز، وغادي نشرحوها لكل شابة وشاب عزيز. إذا قبل ما نختموا غادي نديروا الخلاصة. دراسة المشروع مهمة غتخليني نعرف نسبة النجاح ديال المقاولة ديالي ونتجنب الآثار السلبية اللي يمكن توقع لي، ونشوف واش كاين حدايا شي منافسة ولا لا واحتياجات السوق، وندير مخطط بعيد المدى بجدول زمني باش ننفذ المشروع ونتوكل على الله. وما تنساوش المسابقة باش تعرفوا على 5 الفائزين دروك. دخلوا دابا صفحتنا بالفيسبوك بلا ما تقلب ولا تدور، راه سميتها بودور. جاوبوا على سؤال الحلقة اليومية وغادي تربحوا 5 الجوائز هدية، وملي تجاوب في كومونتير غادي تحتاج دير جيم وبارطاج. ومن هنا الحلقة الجاية يا سادة الله يلاقينا في ساعة الخير مع شادة. وما تنساوش أي سؤال في بالكم كيدور غادي تلقاو جوابه في موقع بودور.